الواحد لما بيحتار في حاجة ويروح يسأل شخص حكيم أو ذو علم كده، يقول له استفتي قلبك لو الموضوع محير. أيوة. فالحقيقة لما حد يقول استفتي قلبك، استفتي قلبك، أنا بحتار أكتر. يعني استفتي ايوه قلبي ازاي؟ أعمل ايه عشان استفتي قلبي؟ ما أنا مش عايزة برضو وليكي حق. أسيبها كده أعمل أي حاجة وخلاص. ليكي حق طبعا تحتاري، لان كلمة استفتي قلبك دي على قد ما هي جميلة جدا، هي حديث استفتي قلبك ولو افتوك الناس، فهي على قد ما هي مريحة جدا، هي في نفس الوقت صعبة جدا. يعني اللي هو استفتي قلبي اعمل ايه؟ فزي ما انتي قلتي طبعا، يعني خلينا بس الاول في نقطة مهمة جدا خلينا نتفق عليها، ان استفتي قلبك دي مش بتنطبق على الاحكام الشرعية. يعني ما ينفعش اجي لحاجة ربنا فرضها عليا واقول اصل انا استفتيت قلبي، حاسس ان انا النهاردة ماليش مزاج اصلي او مش قادر اصوم. لا، يعني استفتي قلبك مش في حتة الاحكام الشرعية، هي في المواقف الحياتية اكتر، او في المواقف زي ما انتي قلتي المحيرة. وان حتى لما اروح اسأل مفتي عن شيء ويقول لي وانا ابقى واثق منه، لكن انا قلبي مش مستريح للي هو بيقوله لي، فانا استفتي قلبي وامشي ورا قلبي. طب هنا النقطة ايه؟ ان انا لازم قلبي ده يكون قلب سليم علشان اقدر ان انا يعني اعتمد عليه كده. انا يعني بعتمد الحقيقة على القلب، او بديله مهمة كبيرة قوي، يعني خطيرة، مهمة خطيرة. فلازم ان انا ابقى متأكد مليون في المية ان قلبي ده قلب سليم ونقي، علشان اقدر ان انا لما اروح استفتيه واسأله يا قلبي امشي كده ولا امشي كده، وهو يقول لي امشي كده، يبقى انا واثقة مليون في المية ان ده مش الهوى، لا ده هو القلب السليم اللي بيرشدني للطريق ده. فدي بس معلومة عن فكرة استفتي قلبك، امتى استفتي قلبي وامتى ما ينفعش اصلا استفتي قلبي. ازاي بقى أصلا أعرف إن قلبي سليم، أو ازاي أنقي قلبي ده؟ ماشي، هي دي برضو رحلة عشان نبقى متفقين، هي دي الوصول للقلب السليم، دي رحلة الحياة بشكل عام. القلب هو ربنا يعني حاطط جوانا، خلينا نشبهها كده ونبسطها زي ما تقولي جهاز استقبال وإرسال ماشي على كتالوج التشغيل الإلهي. يعني أنا ده جوايا جهاز، لما أقف كده في أي حتة هروح أقول له أمشي هنا ولا أمشي هنا، هيروح يبص في الكتالوج ويشوف الفطرة السليمة بتقول إيه، ويقول لي لا، اللي هيريحك إن أنت تمشي في السكة دي. أعمل ده إزاي؟ أعمل ده بمبدأ هو يبدو في اسمه صعب شوية، بس إحنا هنبسطه، اللي هو التخلية والتحلية. يعني أنا بخلي قلبي أو بفضي قلبي من كل الحاجات السيئة زي الكبر والعناد والغضب وكده، وحلي قلبي يعني أملى قلبي بالحاجات الكويسة زي جبر الخواطر، زي الصدق، زي كل حاجة، التعاطف وهكذا. طب برضو أجان بعمل ده إزاي؟ بعمل ده بالتدريب. هو ده تدريب بمرن قلبي عليه، زيه زي ما بمرن جسمي بالظبط، ان انا اخلي قلبي حاضر في كل عمل بعمله. بمعنى ان انا دلوقتي مثلا رحت ساعدت، انا اللي شايفه ان عاليه عندها مشكله ورحت ساعدت عاليه في المشكله دي، لازم 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 اقف وافكر هو انا بساعد عاليه ليه؟ هل بساعد عاليه عشان انا فعلا عايزه ان انا اساعد عاليه لوجه الله تعالى، بغض النظر عن عاليه دي هتشكرني ولا مش هتشكرني، ولا انا بساعد عاليه كنوع من الرياء او كنوع من النفاق، او عشان انا مستنيه حاجه من وراها، وهكذا. وبقى عندي بقى ايه، نوع من الترانسبيرنسي او الشفافيه مع نفسي. انا مش محتاجه اتكلم مع حد، بس انا بتكلم مع نفسي انا، وعلشان انا بهذب قلبي وبنظف قلبي، وانا عارفه انا بعمل الاكسرسايز ده ليه او التدريب ده ليه، عشان انا عايزه اوصل بقلبي ان هو يبقى نظيف، يبقى اجهزه الاستقبال والارسال بتاعته نظيفه. ودي مش هتحصل غير بالتدريب، غير بان انا اساله كل شويه، ها هو انت عملت الاكشن ده ليه؟ عملت الفعل ده ليه؟ ساعدت فلان ده ليه؟ ما عملتش الحاجه الفلانيه دي ليه؟
وابقى صريحة جدا مع نفسي. والله لو لقيت ان انا الهدف من العمل ده كان يشوب اي شائبة يعني كده مش لوجه الله او مش حاجة كويسة، لا يبقى انا لازم اخلي بالي المرة الجاية. والموضوع ده يعني برضو احنا لازم نبقى متعاطفين مع نفسنا، واحنا بشر يعني مش هنمشي طول الوقت يعني زي ما الكتاب بيقول، لا يعني هنخطئ ونصيب، ولكن دايما دايما نحاول ان نيتنا تبقى كويسة وافعالنا تبقى كويسة. فبالتدريب اوريدي القلب هيتمرن على ان هو لو في فعل نيته ما هياش كويسة مش هيعمله. وهتيجي بعد كده لما تقفي بقى في موقف اللي هو اساعد ولا ما اساعدش، اعمل ده ولا ما اعملش ده، هتلاقي نفسك القلب خلاص بقى سليم فبيرشدك للطريق المظبوط. وعايزه اقولك ان انت في الوقت ده لما بتعافري ولو عايزه تمشي في السكه التانيه بتحسي نفسك مش مستريحه ومش مبسوطه. فمع المجاهده ومع الممارسه ومع التدريب بنوصل ان احنا بننقي القلب. ساعتها بس نقدر نقول استفتي قلبك. يعني لما ابقى واثق، طبعا مش بنسبة 100%، ما حدش بيوصل ان شاء الله يا رب كلنا نوصل لها، بس يعني ما حدش بيقدر يقول انا دلوقتي زي الفل وقلبي سليم. بس كل ما امشي في رحلة التدريب دي وكل ما اقدر اثق في القلب ده اكتر. لكن لو انا مش قلبي حاضر في كل فعل بعمله، ولو انا مش براجع نفسي وبرفلكت وانا بعمل العمل ده ليه، فساعتها انا مش ضامنه الحقيقه ان فكره استفتي قلبك دي ممكن انها تفيدني. فانا لازم ابقى ممرن القلب ان القلب يكون كويس ويكون سليم عشان اقدر استفتيه وابقى واثقه 100% من الاجابه اللي هو هيقولها لي. فهمت. هي صعبة بس مش مستحيلة. لا هي مش مستحيلة خالص، وبرضو خلي بالك هي تاني هي رحلة الإنسان. يعني احنا موجودين زي ما كنا بنقول قبل كده لتزكية النفس. يعني الوصول للقلب السليم ده هدف البشرية كلها، هدف يعني هو في الآخر ربنا بيقول إلا من أتى الله بقلب سليم، فده هدف في حد ذاته. فهي مش رحلة سهلة ولكنها ليست مستحيلة. شكرا يا داليا، شكرا جدا بجد والله. ميرسي. ميرسي يا عالية، ميرسي قوي. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة.